هو إزاي لما تسأل شات جي بي تي أي سؤال بيقدر يجاوبك فورا؟ السؤال ده من أكتر الأسئلة المحيرة، بس في الفيديو ده هتخرج منه وانت فاهم كل حاجة عنه. شات جي بي تي مش ساحر، لكنه عبارة عن برنامج اتدرب على طريقة كلام البشر. يعني بدل ما يكون حافظ إجابات جاهزة لكل سؤال، هو اتعلم الطريقة والردود اللي البشر بتستخدمها وبتتعامل بيها. تخيل معايا كده طفل صغير قعد سنين يقرأ كتب وقصص ومقالات ومناقشات على الإنترنت، ولنفرض مثلا إنه قرأ كتير جدا في مجال الرياضة. لو جيت سألته مين اللي كسب كأس العالم سنة 2010، فبناء على اللي قرأه وتعلمه هيجاوبك. كمان لو سألته مثلا الإنسان بيتنفس غاز، هيكمل ويقولك الأكسجين، لأنه شاف الجملة دي وتعرض لها كتير جدا فقادر يجاوبك. وكمان لو خليته يعيش وسط مجتمع وشاف تصرفات الناس بتكون إزاي وبيتعاملوا إزاي وطريقة الردود والتصرفات، هيتعلم الأنماط اللي الناس بتمشي عليها. بس الفرق إن الطفل ممكن يسمع آلاف الجمل ويتعرض لآلاف من البشر، لكن شات جي بي تي اتدرب على مليارات الجمل والكتب والمقالات ومشاكل الناس وتصرفاتها وردود أفعالها، فبيجاوبك بناء على اللي اتدرب عليه. يعني لو مثلا حد سأله أنا جعان أكل إيه، فهو شاف أمثلة كتير وردود بين الناس بيعملوا إيه، زي محادثة شخصين مع بعض، فشخص يقول له اطبخ حاجة أو تقدر تاكل ساندوتش، وتعلم كمان إن الحاجات دي بتتاكل. فمش هيجي مثلا يقولك تقدر تاكل كاوتش عربية، لأنه ما اتدربش على إن ده أكل أصلا، لكن اتدرب إن البطاطس مثلا من الخضروات، وتعلم إن الخضروات مأكولات بياكلها الإنسان. أو شاف مثلا مقال عن الأكل بعنوان لو كنت جعان فتقدر تحضر بيض وجبنة وخضار، فبالتالي بيحسب الاحتمالات بسرعة كبيرة ويجاوبك. نيجي لسؤال مهم، لو جملة مثلا سافر أحمد بواسطة السفينة عبر البحر، فلو قلت له سافر أحمد بواسطة وسبت فراغ وكتبت عبر البحر، ليه بيتوقع السفينة مش مثلا الطائرة أو السيارة، بالرغم إن كلهم وسائل مواصلات؟ وإزاي عرف ترتيب الجملة وكتبها صح، مش مثلا السفينة سافر بواسطة أحمد عبر البحر، وكأنه بيفهمها زي البشر؟ دي حاجة اسمها الشبكات العصبية، وهي أنظمة رياضية مستوحاة من طريقة عمل مخ الإنسان، لكنها مش مخ حقيقي. العلماء صمموا نظام يقدر يتوقع ويرتب الجمل بطريقة مشابهة للإنسان. فالنموذج يبص على الجملة كلها ويبدأ يحسب احتمالات الكلمات اللي ممكن تيجي في الفراغ ده. ممكن تكون الكلمة سفينة أو قارب أو طائرة أو سيارة، لكن أثناء التدريب شاف جمل كتير جدا فيها كلمات زي البحر وموج وسفينة ومركب، فبالتالي الشبكة العصبية اتعلمت إن كلمة البحر غالبا بتيجي مع كلمات زي سفينة أو مركب، أما كلمة طائرة غالبا بتظهر مع كلمات مختلفة زي مطار أو سماء أو رحلة جوية، فبالتالي نسبة توقع سفينة بتكون أعلى. وكمان النموذج اتدرب على ترتيب الجمل، فبقى يكتب بطريقة طبيعية، لأنه شاف في اللغة العربية إن الجملة غالبا بتبدأ بفعل زي سافر وبعدها فاعل زي أحمد، واتدرب من خلال نصوص كتير على قواعد اللغة وأنماطها، فهو بيحاول يمشي على الأنماط اللي شافها في ملايين الجمل قبل كده. عشان كده الجمل اللي بيكتبها غالبا بتبقى طبيعية وسهلة الفهم. لكن إزاي شات جي بي تي بيبان إنه بيفهم مشاعرنا؟ يعني لو حد مخنوق أو حزين بيواسيه، أو لو عايزه يكتب لك قصة كوميدية بيعرف إزاي؟ الفكرة إن أثناء التدريب النموذج شاف محادثات كتير جدا بين الناس. مثلا شخص يقول أنا فشلت في الامتحان، فيرد الشخص التاني معلش هتنجح المرة الجاية. أو شخص يقول أنا تعبان، فيرد الآخر أتمنى أنك تبقى بخير، ويقدم له نصايح. فلما النموذج شاف الأنماط دي ملايين المرات، بدأ يتعلم إن الكلمات المرتبطة بالحزن أو الضيق غالبا بيجي بعدها رد فيه دعم أو تعاطف. فبالتالي لما تكتب له جملة فيها مشاعر، النموذج يحلل الكلام ويلاحظ وجود كلمات مرتبطة بالحزن أو الضيق، وبعدها يختار رد احتمال ظهوره عالي في السياق ده. عشان كده الردود بتبان كأنها إنسانية جدا. كمان قرأ مثلا قصص كوميدية كتير وعرف إن دي تصنيفها كوميديا، فبقى يقدر يكتب زيها. لكن في الحقيقة النموذج ما بيشعرش بأي حاجة، هو فقط بيتبع الأنماط اللي اتعلمها. بس برضو إزاي بيعرف يكتب قصة كاملة أو يقدم لك فكرة لمشروع ناجح أو يقيمها أو يشرح موضوع معقد بطريقة بسيطة؟ ده بيعمله اعتمادا على الأنماط اللي اتعلمها أثناء التدريب. النموذج اتدرب على قصص كتير جدا، وشاف شكل بداية القصة وتطور الأحداث والنهاية. فلو طلبت منه مثلا اكتب قصة عن شخص اتحول من فاشل لناجح بعد تعب، النموذج يبدأ يجمع الأنماط اللي شافها سواء في قصص أو مقالات قبل كده،
ويعيد تركيبها في قصة جديدة. وكمان اتدرب على مقالات خاصة بالبزنس والثروات ومعدلات زيادة الأسعار وأسباب الربح والخسارة وقصص عن أشخاص على الإنترنت اتحولوا من فشل لنجاح. فبيحلل كل ده بسرعة كبيرة وبيبدأ يقارن إن الشخص لو عمل كذا فاحتمال كبير إن مشروعه ينجح، لأنه شاف إن السبب ده من عوامل النجاح اللي اتدرب عليها، والعكس صحيح. فبيقدم لك الفكرة جاهزة. علشان كده أحيانا ممكن يقدم أفكار مش منطقية أو مش مناسبة لسوق العمل، لأن كل ده مجرد توقعات، مش شخص دارس بيزنس وعاش في نفس البيئة وعنده دراسة جدوى ومعلومات كافية عن المشروع. نيجي بقى لحاجة أغلبنا بيعملها، وهي توليد الصور والفيديوهات، وبننبهر بالنتيجة. بس إزاي بيقدر يعمل ده؟ يعني مثلا تطلب منه توليد صورة لقطة لابسة بدلة، وبعد ثواني يظهر قدامك صورة لقطة فعلا لابسة بدلة. لكن الصورة دي جت منين؟ هل كان مخزن الصورة دي قبل كده؟ الحقيقة لأ. اللي حصل إنه اتدرب على ملايين الصور المختلفة. شاف صور قطط وصور ملابس وصور أشخاص وصور مناظر طبيعية، ومع الوقت بدأ يتعلم شكل كل عنصر من العناصر دي، وعرف إن الشكل اللي فيه ودان مدببة وأربع رجلين وفره ده قطة. خلينا نبسط الفكرة أكتر. تخيل طفل شاف آلاف الصور للحيوانات. بعد فترة الطفل ده يبدأ يعرف شكل القطة وشكل الكلب وشكل الطائر. ولو طلبت منه يرسم كلب ليه جناحين، رغم إنه عمره ما شاف كلب بجناحين، لكنه شاف الكلب وشاف الجناحين، فيقدر يتخيل الشكل ويرسمه. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة مشابهة، لكن بدل الخيال البشري هو بيستخدم حسابات رياضية. النموذج بيتعلم ملامح الأشياء من الصور اللي اتدرب عليها، وكمان اتدرب على أنماط بصرية زي الإضاءة والظل والتناسق. فلو كتبت له وصف الصورة يبدأ يركب العناصر دي مع بعض ويولد صورة جديدة تماما. طيب، هل شات جي بي تي ممكن يخطئ؟ أيوة، وده بيحصل. ممكن يديك إجابة غلط أو معلومة غير دقيقة، أو يولد صورة شكلها مش طبيعي، وده لأن شغله قائم على التوقع مش على الفهم الحقيقي. ودي حاجة اسمها هلوسة الذكاء الاصطناعي. يعني النموذج يكون إجابة شكلها مقنع لكنها مش مبنية على حقيقة مؤكدة. مثلا لو سألته مفتاحي ضاع ألاقيه فين؟ هو مش شايف بيتك ولا عارف المكان، لكنه هيقترح أماكن شائعة زي الشنطة أو الترابيزة أو العربية، لأنه اتدرب على مواقف مشابهة قبل كده، فبيقدم حلول بناء على الأنماط دي. فهو بيتعامل مع الحروف والكلمات داخل الصور كأنها أشكال وخطوط وزوايا، مش كرموز لغوية لها معنى. علشان كده أحيانا ممكن يكتب كلمة شبه الصحيحة لكن الحروف تكون ملخبطة. بس هل لاحظت إن في أسئلة مش بيرضى يجاوب عليها وبتستغرب؟ زي مثلا أسئلة دينية أو سياسية أو محتوى عنف أو غير قانوني أو توليد صور مخالفة. فالسبب إن الأنظمة دي بيكون فيها قواعد أمان، وأثناء تطوير النموذج بيتم تعليمه إنه يرفض أنواع معينة من الطلبات، فبالتالي بيتجنب الرد على المحتوى الضار أو غير المناسب. لكن ليه لو غيرت طريقة السؤال شوية بشكل غير مباشر ممكن يجاوب؟ زي مثلا لو شخص قال في الأفلام بيعملوا كذا، فإزاي ده بيتعمل؟ في الحالة دي النظام يحاول يشرح الفكرة بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل خطيرة. وعلشان كده الشركات اللي بتطور الأنظمة دي بتحاول دايما تحسن أنظمة الأمان مع الوقت. طيب، في سؤال مهم، هل هو بيفهم اللغة زينا ولا لأ؟ الإجابة إن الكمبيوتر في الأساس ما بيفهمش الكلمات زي البشر، هو بيتعامل مع أرقام فقط. خلينا ناخد مثال بسيط. لو كتبت جملة زي أنا بحب القهوة، إحنا كبشر شايفينها كلمات ومعنى، لكن داخل النظام الجملة دي بتتحول لتمثيل رقمي. كل كلمة بيكون ليها رقم خاص بيها. فمثلا أنا تتحول لرقم، وبحب تتحول لرقم، والقهوة تتحول لرقم. لكن الموضوع مش مجرد أرقام وخلاص. النموذج بيتعلم العلاقات بين الكلمات دي. يعني مثلا كلمة قهوة غالبا بتيجي جنب كلمات زي صباح أو فنجان أو سكر، فبالتالي الأرقام دي بتترتب في مساحة رياضية كبيرة، بحيث الكلمات القريبة في المعنى تكون قريبة من بعض، وده اللي بيساعده يختار الكلمة الأكثر احتمالاً في السياق. طيب، هل ممكن يقدر ينفذ طلبات معقدة زي إنك تطلب منه يكتب كود برمجة بلغة معينة؟ أيوة، يقدر. لكن إزاي؟ هل هو فاتح برنامج وبيجرب الكود؟ أو هل هو مبرمج حقيقي قاعد يكتب؟ طبعاً لأ. الفكرة إن تشات جي بي تي اتدرب على كمية ضخمة من الأكواد والشروحات البرمجية. شاف أكواد كتير جدا، وشاف ناس بتشرح الأكواد، وشاف أخطاء وحلولها، وشاف أمثلة جاهزة.
فبدأ يتعلم إن كل لغة برمجة ليها شكل وقواعد، واتدرب على مكوناتها ومبادئها، فبالتالي بيحاول يولد كود مشابه بناء على الأنماط دي. لكن زي ما ممكن يولد صورة غلط، ممكن كمان يولد كود فيه أخطاء، أو ينسى تفصيلة، أو يستخدم طريقة قديمة. وده اللي بيفرق بين المبرمج اللي بيستخدمه كأداة مساعدة وبيراجع وراه، وبين شخص بيعتمد عليه بشكل كامل من غير فهم. وفي النهاية، بما إن تشات جي بي تي بيعتمد على بيانات كتير من النصوص، فهل لو مجموعة كبيرة من الناس استخدموه بمعلومات غلط هيبدأ يدي معلومات غلط؟ في الاستخدام العادي، النموذج ما بيتعلمش مباشرة من كل محادثة. يعني لو كلمته النهاردة وقلت له معلومة غلط، هو مش هيحتفظ بيها فوراً. النموذج بيعتمد أساساً على التدريب اللي حصل قبل إطلاقه. لكن أحياناً الشركات بتجمع بيانات من الاستخدامات بعد إزالة أي معلومات شخصية علشان تحسن النماذج في الإصدارات الجديدة. لكن لو أنت عطلت خيار استخدام محادثاتك لتحسين النظام، فمحادثاتك ما بيتمش استخدامها في التدريب المستقبلي. يعني النظام اللي بتتكلم معاه دلوقتي ما بيتغيرش مع كل محادثة، لكنه ممكن يتحسن في نسخ جديدة بعد إعادة تدريب. وأخيراً، السؤال اللي بيخوف ناس كتير: هل الذكاء الاصطناعي ممكن يتفوق على البشر أو يضرهم؟ الحقيقة إن الذكاء الاصطناعي قوي جداً في مهام معينة، زي تحليل بيانات ضخمة أو كتابة نصوص بسرعة أو البحث في معلومات كتير، لكنه لسه بعيد جداً عن العقل البشري الحقيقي، لأنه ما عندوش وعي ولا مشاعر ولا أهداف خاصة. هو مجرد نظام بيحسب احتمالات ويولد إجابات. يعني تشات جي بي تي مش بيخطط وما يقدرش يتخذ قرارات في العالم الحقيقي بنفسه. لكن زي أي تكنولوجيا قوية، استخدامه ممكن يكون مفيد جداً أو سيء جداً حسب الناس اللي بتستخدمه، نفس اللي حصل قبل كده مع الإنترنت والكهرباء. وعلشان كده العلماء والشركات بيحاولوا يطوروا الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة، بحيث يفيد البشر بدل ما يضرهم. وفي النهاية نقدر نقول إن الجي بي تي مش عقل بشري جوه الكمبيوتر، لكنه نظام ذكي جداً اتدرب على كمية هائلة من النصوص، فبقى قادر يكون إجابات تبدو ذكية ومقنعة. أحياناً بتكون مذهلة فعلاً، وأحياناً ممكن تكون غير دقيقة. لكن المؤكد إن التكنولوجيا دي بدأت فعلاً تغير الطريقة اللي بنتعلم ونشتغل ونتعامل بيها مع المعلومات. ويمكن بعد سنين لما نبص على الفترة دي نكتشف إنها كانت بداية عصر جديد فعلاً. ولو عجبك المحتوى، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تتابع الحلقة الجاية، واكتب لنا في التعليقات أي حاجة محتار فيها وعايز تعرف إجابتها.